المرة الأخيرة يعني 2016 أواخر شهر سبتمبر ظهر أسماء أكثر من 600 طالب جاءت لهم الموافقة الأمنية من الجهات الأمنية المصرية، لهم الحق في الدخول أو في الالتحاق بالأزهر. ولكن هؤلاء الشباب ذهبوا إلى السفارة عندما رأوا هذا العدد الكبير أكثر من 600. كيف؟ نحن نمنع التدريس الإسلامي في الداخل منعا باتا، ولا يستطيع أحد أن يتعلم أي شيء، وهؤلاء 600 أو أكثر من 600 كيف يأتي هنا ويلتحق بالأزهر ويشكل تهديد فيما بعد لنا؟ هذا لا ينفع. وبعد ذلك ولذا رفضوا إعطاء الخطاب، حتى حسب ما سمعنا من مشيخة الأزهر أن الحكومة الصينية اشتكت لدى الرئاسة ولدى الخارجية أن الأزهر تقبل رعايانا بدون خطاب من السفارة أو بدون خطاب منا. ولذلك حدث مشكلة من السنة الماضية من شهر أكتوبر، هؤلاء الطلاب لم يستطيعوا الدخول إلى الأزهر. علاقتنا بالحكومة المصرية كانت علاقة جيدة، ونستطيع أن نقول أنها ممتازة، لأننا إلى الآن من سنة 84 إلى الآن لا يوجد هناك واحد تركستاني أدين في أي من القضايا، خاصة سواء الجنائية مثلا أو الإرهاب أو السرقة أو غيرها. إلى الآن حتى أنا يعني تابعت أو تواصلت مع بعض الطلاب المحتجزين، حتى عند الأقسام أو في المطار، عندما يسأل الطالب ما هي ذنبي، هل أنا خالفت قانون أو عملت شيء، يقول الضابط المسؤول لا، أنت لم تخالف قانون، ليس عندك ذنب. ولكن بيننا وبين الحكومة الصينية اتفاق لترحيلكم. هذا كنا لم نتوقع أن يحصل في مصر ما حصل في السابق في قرغيزستان، في أوزبكستان، الدول الحدودية مع الصين. هؤلاء دولة صغيرة وفقيرة، دولة لهم تاريخ من التسعينات، استقلوا عن روسيا، عن الاتحاد السوفيتي. كانوا سلموا أناس منا تركستانيين إلى الصين. ولكن مصر لها تاريخ عريق، وأزهر له تاريخ عريق، وإلى وقت قريب رغم التهديدات من الحكومة الصينية أي واحد لا يرجع نحن نذهب هناك ونأخذهم عنوة. كان هذا من سنة تقريبا، هذه التهديدات كانت لأسر الطلاب، وهناك من احتجز آباؤه بسبب أن ابنه يدرس في الأزهر من الآباء أو الإخوة. أخو الطالب قد يحتجز ويقول له تهديدا وتخويفا إن لم يأتي أخوك أو ابنك نحن نستطيع أن نأخذه من هناك ونحضره عندك هناك، وبعد ذلك نعاقبه. أما إذا أتى وهو بإرادته نحن قد نتسامح معه يعني. وأنا كنت أقول للشباب عندما يسألونني أسرتي تعرضت للتهديد، يعني لازم، هل أعود هنا ماذا أفعل؟ ممكن قد يأتي هنا ويأخذنا. كنت أقول لهم اطمئنوا يا شباب، كنت عملت إفطار عندي في البيت، فكنت أقول للشباب اطمئنوا، أنتم أتيتم للتعلم، عليكم أن تتمسكوا بهذا، يعني لا تخافوا من الحكومة المصرية. الحكومة المصرية لا تسلمكم إلى الصين، لأنها دولة فيها قانون، لأنها دولة لها تاريخ عريق، يعني من آلاف منذ أن أنشئت الأزهر
يدرس فيها الوافدون والأجانب، ليس هناك تمييز في أي شيء بالنسبة لطلاب الأجانب أو الوافدين. كنت أقول لهم، لكن الذي حدث يعني لم أكن أتوقع ولا أتخيل حتى في منامي بصراحة. حتى في منامي لم أكن أتخيل أن الشرطة المصرية تقبض على طلاب الذين أتوا إلى مصر ليتعلموا في الأزهر الشريف، ويعاملونهم كأنهم مجرمين، كأنهم مجرمون، أو عندهم يعني، ويفتشون البيوت ويكسرون الأبواب ويقبضون على الشباب في الشوارع كأن هؤلاء مجرمون أتوا ليخربوا هذا البلد. قبل حوالي 12 يوم، يوم الخميس بالليل، وأنا كنت في البيت لغاية الساعة 12، لغاية الساعة 12. وبعد ذلك قلت اليوم يعني أبيت في المسجد، يوم الخميس أبيت في المسجد وأصلي ركعتين يعني، وبعد ذلك ممكن أنام في المسجد. وخرجت إلى المسجد، بعدما خرجت وصليت ركعتين وكنت أقرأ القرآن، وبعد ساعة ممكن ساعة 1:15 كذا، أحد الشباب دق علي الباب، وقلت من؟ قال فلان. ماذا حصل؟ قال في شرطة الآن في بيتك، الشرطة دخلت إلى بيتك ويسألون عنك ويفتشونك ويفتشون البيت. وبعد ذلك طبعا هربنا من المكان، وبعد ذلك سمعت من الأولاد يعني، هم أتوا ممكن الساعة 1:10 أو 1:15 هكذا، وضربوا الباب. وعندما علموا أسرتي أن هناك شرطة، حتى كنت تركت التليفون يعني في المنزل، واتصلوا بهذا الأخ، قال في شرطة جاءت إلينا، أكيد هم يطلبون محمود، لذلك عليك أن تأخذه إلى مكان بعيد. وبعد ذلك يعني هم بقي في العمارة وفتشوا كل الأماكن وبلكون وغيرها، وكان في العمارة شقتين أيضا يسكنان فيهما تركستانيين يعني، في شقة كان فيها بنات وفي شقة كان فيها شاب يعني. وسألوا وطلعوا إلى الشقتين أيضا، ودخلوا إلى الشقة وفتشوا المكان وسألوا عني. طبعا هؤلاء كانوا لا يعرفونني جيدا، لأنهم كانوا يعني جديد في العمارة يعني، وقالوا نحن لا نعرفه جيدا أو لا نعرفه. حوالي ساعتين يعني أو أكثر من ساعتين قبيل الفجر بقي في العمارة، طبعا مدججين بالأسلحة وبالكلاب المعلمة يعني، والعمارة محاطة بشرطة مسلحة. أنا أستغرب يعني، أنا هناك عشت أكثر من 15 عام ولم أتعرض لمشكلة ولم أفعل أي شيء غير قانوني في مصر. وضعوا القائمة التي أعطت لهم الحكومة الصينية في المطارات أيضا لمنعهم من السفر، لأنني تفلت من أيديهم يعني. كان قبل ذلك عندهم صورة الآن لمجموعة من الناس، حوالي حسب ما سمعت ممكن قد يصل عددهم إلى 25-30، عندهم صورة لدى الشرطة المصرية، هؤلاء مطلوب القبض عليهم. كان طبعا من الأوائل الذي صورتي موجود معهم في هذه القائمة، ولذلك بدأوا بمنزلي، ولما تفلت من أيديهم وضعوا أصحاب هذه الصور في الجهاز، وبعد ذلك منعوا كذا واحد الموجودين في القائمة من السفر وحجزوهم في المطار إلى الآن يعني.
الأعداد الحقيقية بالضبط لا علم لي، لا علم عندي بذلك، لأننا كنت في السابق عندما عربية الترحيلات التي شاهدتم كله، العالم كله شاهد، كان في هذه العربية حوالي، هذا كان في القسم الأول حسب ما وصلني من أخبار، ما يقارب 60 طالب الذين قبض في المطار، في مطار برج العرب في الإسكندرية، ما يقارب يعني 30 أو 29. وبعد ذلك هم أفرجوا عن 5 من هؤلاء المحتجزين في برج العرب وأبقوا الباقي عندهم. وفي مطار القاهرة 2، وفي مطار غردقة إلى الآن 3 محتجزين من أيام. كنا هذا ما علمناه، ولكن بعد ذلك يعني اتصل أحد الشباب بزوجته وأخبروه نحن لم ننقل إلى أي مكان. عندما سألت زوجته نحن رأينا فيديو أن الشرطة تنقلكم إلى مكان، أين نقلوكم؟ وقال لا نحن لم ننقل، نحن ما زلنا في القسم، هناك أعداد ممكن 40-50 واحد في القسم. معنى ذلك هم قبضوا أتوا هؤلاء الشرطة من أقسام مختلفة، على الأقل قسمين، القسم الأول مدينة نصر، القسم الثاني مدينة نصر على الأقل، قد يكون في أقسام أخرى يعني. الذي نحن شاهدنا والعالم كله شاهد هذا القسم الأول في مدينة نصر، وهناك ناس معتقلين في أقسام أخرى ولا نعرف عددهم بالضبط. والناس في مصر ممكن قد بقي حوالي 500-600 طالب، وهؤلاء مختفين يعني لا نعرفهم إلا من أتى إلى تركيا، ممكن أتى إلى تركيا حوالي ما يقارب 100 شخص منذ ذلك الأحداث. طبعا إلى الآن إما معتقل هذا المختفي، وإما هارب في مكان، مختفي في مكان عند صديق أو عند أي أحد، هو الآن خائف على نفسه من الخروج وخائف من السفر أيضا، لأنه قبض على أناس في المطارات. لذا أنا أتمنى من فضيلة الإمام الأكبر حفظه الله، ومن مشيخة الأزهر، ومن العقلاء في مصر، من الكتاب والصحفيين، حتى من المسيحيين في مصر، هناك ناس أنا أعرفهم وأحترمهم من المسيحيين، من الكتاب، ناس محترمون. كل من يعيش في مصر ويريد أن يحفظ على سمعة مصر من الانحدار بهذا الشكل، عليه أن يساهم في حل هذه المعضلة، في حل هذه المشكلة. يا فضيلة الإمام، إذا كان الجهات الأمنية ترفض أن يقبل هؤلاء الطلاب، على الأقل بتدخل منكم يسمح لكم بالسفر إلى حيث يريدون، ولا يجبروا ولا يسلموا إلى الصين. هذا ما أريده من فضيلتكم ومن مشيخة الأزهر ومن العقلاء في مصر، من كل الاتجاهات، كتاب، صحفيين، مذيعين، كل من يريد أن يحفظ على سمعة مصر وعلى هيبة مصر، خاصة عند الأقليات المسلمة في العالم، عليه أن يساهم في حل هذه المشكلة بأسلوب لا يضر بهؤلاء الطلاب المحتجزين لدى الجهات الأمنية.